ناس كتير عندها اعتقاد انه الصداع بيجي من تسوس الاسنان او لما يبقى عندي حاجه واصله للعصب، لكن في كونفيوجن بيحصل في الحته دي. اغلب الظن ان الصداع ليه اسباب كتيره، منهم الجزء الخاص بالاسنان ان الجز على السنان احد العوامل الرئيسيه اللي بتسبب الصداع. دي من الحاجات اللي الناس كتير قوي بتغلط فيها. بنلاقي انه المريض عنده صداع مزمن بقاله سنين، عمال يلف على دكتور انف واذن، دكتور العينين، ودكتور المخ والاعصاب، وبعدين في الاخر بنلاقي ان السبب انه بيجز على اسنانه اغلب الظن. الصداع في الحاله دي بيبقى جاي من الجز على السنان. طبعا لما بنيجي نقول للمريض الكلام ده هو ما بيبقاش مصدق ان الحاجه دي بتعمل كده، لكن اغلب الظن ان وجع السنان مش دايما بيسبب صداع. يعني التسوس يعمل الم لكن ما يعملش صداع. الصداع بيبقى اغلب الظن ناتج عن الجز على السنان.